السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ منورين القناه. وعايز اقول لكم متحمس جدا جدا للتجربه دي، لانها يمكن من اوائل التجارب على القناه عندي، وانا الحقيقه زهقت من الروتين بقى. قلت اجرب حاجه جديده معاكم، وده يمكن اول فيديو من زمان قوي ان انا يعني ما بعملش الفيديوهات دي ولا نوعيتها، او فيديو انطباع اول. حاليا بجرب الموتو جي 75 من موتورولا، وعايز اقول لكم بقى في يعني على السوشيال ميديا كده منتشر الفتره اللي فاتت، هل شركه موتورولا مقاطعه والمفروض ان احنا ما نشتريهاش دعما لاخواتنا؟ طبعا الحساب بكل منصات الحمد لله، وانا شخصيا بدعم اخواتنا دعما كاملا، واي حاجه تاثر عليهم سواء موبايل سواء اي سلعه استهلاكيه اي سلعه غذائيه انا ما بستخدمهاش وما بدفعش فيها فلوس. وبالتالي ما ابتديتش انجذب لموبايلات موتوريلا الا لما عرفت ان شركه لينوفو اشتريتها كليا، وده مش كلامه خلاص، ده اللي مكتوب فعليا على العلبه. فزي ما انتم شايفين شركه لينوفو الصينيه اشترت بشكل كامل موتوريلا موبايل دي، وابقت على العلامه التجاريه ذات الاسم الكبير، لان ده بيساهم بشكل كبير جدا جدا في التسويق. موضوع المقاطعه هنا موضوع منتهي مفروغ منه تماما، وصدقني لو الشركه مقاطعه كنت اول واحد طلعت وقلت لك شركه موتوريلا مقاطعه بلاش تشتروها. ولكن حاليا تاني موتوريلا مملوكه لشركه لينوفو الصينيه، وابقت على العلامه التجاريه كنوع من انواع الدعايه والتسويق. شركه موتوريلا مشهوره من زمان بقوه شبكاتها، ده بقى اللي انا متحمس جدا اجربه دلوقتي. هل شبكات موتوريلا هي السمعه بتاعت زمان؟ العلامات بتاعت الشبكه بتبقى ضاربه في سقف الموبايل، في سقف شاشه الموبايل، في عز ما انت موبايلات تانية بتبقى لقطه شرطه وشرطتين بالعافيه. كل ده حابب اجربه معاك، بس الاول تعالوا بسرعه كده نفتح علبه الموبايل ونشوف فيها ايه. مبدئيا هلو موتوريلا جي 75 5G. العلبه بيقول لك مصنوعه من المواد الصديقه للبيئه، وما فيش اي نوع من انواع البلاستيك نهائي. متحمس قوي اول تجربه الصوت هنا، لان الدعايه منصبه هنا بشكل كبير جدا على تجربه السماعات الاستيريو دولبي اتموس هايرز اوديو وايرلس هايرز اوديو وعلامه سناب دراجون شغل عالي بقى. انا متحمس بصراحه. عايز اقول لك ان انا عملت ريل انبوكسنج، ففتحت العلبه دي قبل كده، واكتر حاجه شدت انتباهي لو كنت تابعت الريل ان الموبايل بيطلع من علبته بالجرام يعني. اول مره بصراحه اشوف حاجه زي كده، لكن الموبايل طالع من علبته بجراب. فخلينا نشيل الجراب عشان نشوف الديزاين عامل ازاي، وانت كده عرفت ان في جراب بيجي معاه في العلبه. جراب شفاف ما فيهوش اختراعات، بسيط جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه جديده. موتو جي 75 اول ما تبص عليه كده وهتبص على سيت اب الكاميرات هتفتكر على طول الاوبو فايند اكس 5 والاوبو فايند اكس 5 برو، نفس يمكن سيت اب الكاميرات مفيش اي اختلاف. وكوني طبعا بشبهه بالاوبو فايند اكس 5 وال5 برو، انا مش بقل من التليفون، دي حاجه جميله جدا تحسب طبعا للموبايل، ولكن كنت اتمنى ان يبقى في كرياتيفيتي او ابداع عن كده. انا بحب كل شركه تتميز كده بتصميماتها. فاللي انا عايز اقوله لك باختصار ان سيت اب الكاميرات مظبوط كده على الظهر ونازل عليه علامه موتوريلا الفخمه جدا في نص الموبايل. موبايل زي ما انت شايف بيجي بشاشه كبيره، شاشه كبيره جدا، حوافها لا تكاد تكون تذكر، يمكن من اقل الحواف في شاشات الفئه المتوسطه او بدايه الفئه المتوسطه، لان سعر الموبايل هنا بيكون حوالي 12000 جنيه. خلينا بقى نركن الموبايل ده كده على جنب ونكمل بقيه محتويات العلبه. عندك الكتيبات. مبدئيا قبل ما انسى، الموتو جي 75 والموتو جي 35 والموتو جي 85 كلهم بيجوا بضمان 24 شهر، يعني سنتين ضمان كبير جدا جدا، وده ثقه طبعا في البراند. اول حاجه هتلفت نظرك في العلبه ان بين الشرايح هنا شكله مختلف ومميز عن بينز الشرايح في الموبايلات الاخرى زي ما انت شايف كده. هتلاقي عندك بعد كده الشاحن برضو اللي بيجي عليه اللوجو موتورولا، وهتلاقي عندك رقم 33 مكتوب بالبونت العريض، وده بيدل ان الشاحن هنا جاي 33 واط. هتلاقي منفذ الشحن اللي جاي في الشاحن هو اليو اس بي اي. هتلاقي بعد كده عندك وصله يو اس بي اي تو تايب سي. دي يا سيدي كانت محتويات العلبه، بس حابب اقول لك حاجه، ان الموبايل بيطلع ما عليهوش سكرين على الشاشه، فلازم تاخد بالك من حاجه زي كده ان الشاشه ما عليهاش سكرينه. ولكن والله الشركه بتقول لك انا حاطه لك طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس اصدار خامس. خلينا نعمل اختبار صدمات كده، انا لسه لا صورت الموبايل ولا اي حاجه، ولكن انت عندي غالي برضو، وخلينا نجرب اختبار الصدمات بتاعنا من على الترابيزه ونشوف هتستحمل ولا لا. شاشه استحملت صدمه خفيفه زي كده، وقعه خفيفه زي كده، ياما كسرت مني موبايلات على فكره. ما تستهونش بوقعه زي كده وتقول لي ده الارتفاع قريب. شاشه زي ما انت شايف جايه بمساحه كبيره حوالي 6.8 بوصه. المساحه الكبيره دي هتكون مناسبه جدا جدا معاك للمشاهده والالعاب. زي ما انا شايف كده وملاحظ الواجهه سلسه قوي، الجواب بيبان من عنوانه يا جماعه. فخلونا نروح نشوف برضو الريفريش ريت بتاع الشاشه. الشاشه هنا جايه اي بي اس 120 هرتز معدل تحديث زي ما انت شايف، حاجه قويه جدا ومميزه بصراحه. الشاشه هنا من اكبر نقاط القوه في الموبايل، ولكن كنت اتمنى في الفئه دي بصراحه، لان انا شفت في فئه ال 12000 جنيه شاشات اوليد
وشاشات سوبر اموليد وبصمه في الشاشه وحاجات حلوه قوي. لكن البصمه هنا جايه في زرار باور، هنجربها برده مع بعض عشان خاطر ايه كل حاجه كده تبقى ماشيه معانا في الانطباعات الاوليه. اما فيديو المراجعه فهنخليه للمميزات والعيوب اللي ظهرت بعد فتره مطوله من الاستخدام. نلاحظ هنا كمان ان انا قاعد في اضاءه قويه جدا ومع ذلك سطوع الشاشه رهيب. سطوع الشاشه حلو جدا وبيوصل معاك تحت اشعه الشمس المباشره لحد 1000 نتس. انا بصراحه شايف ان الشاشه في الفئه السعريه دي انت واخد حواف قليله 120 هرتز 1000 نتس اي بي اس فول اتش دي بلس، شاشه الحقيقه محترمه جدا. خلونا نجرب البصمه برده كده واحنا شغالين. اوبا، اسرع بصمه بتفتح في التاريخ. دايما يا جماعه الاندرويد الخام عموما تبقى البصمه بتاعته سريعه جدا. يعني بص اول ما صباعي بيلمس كده شايف مفيش اي انيميشن بتبطئ الفتح خالص. الموضوع هنا رهيب جدا. انا ملاحظ ان الواجهه هنا خام تماما، مفيش اي لعب في اي حاجه. اندرويد 14 عادي جدا. هنا في شويه برامج خاصه بموتوريلا والكلام ده كله، ولكن مفيش اي برامج دعائيه نازله مع الموبايل غير فيسبوك بس، ولا تيك توك ولا انستجرام ولا اي برنامج دعائي. والواجهه خفيفه جدا جدا وسلسه. اللي انا كنت حابب اعرفه اسم الواجهه ايه، والحقيقه يعني مكتوب هنا هلو موتو. هل هو ده اسم الواجهه؟ اكيد هو ده اسم الواجهه، ولكن الواجهه هنا اقرب للاندرويد الخام. انا مش ملاحظ لعب في اي حاجه خالص. هي تجربه الاندرويد الخام اللي انا بجربها ونفس سلاسل الاندرويد الخام. عدد التحديثات قد ايه الحقيقه ما اعرفش كام سنه، ده برده ممكن نعرفه واقوله لكم في فيديو المراجعه ان شاء الله اللي هينزل قريب جدا على القناه. لايكك بقى واشتراكك والحاجات دي كلها. احنا بنقلب دلوقتي في التليفون وبنتناقش عموما، ولكن ان شاء الله يكون في فيديو مراجعه مطوله بالمميزات والعيوب اللي ظهرت معايا بعد فتره من الاستخدام. من نقط التميز في الموتوريلا جي 75 هو المعالج اللي جاي من كوالكوم وسناب دراجون 6 جين 3، تكنولوجيا 4 نانومتر والدعم لخدمات ال 5 جي. الحقيقه المعالج هنا من اكبر نقاط القوه، لان في الفئه دي فئه ال 12000 جنيه انت مش هتاخد معالج اجمد من كده نهائي. هنشوف بقى في المراجعه هيحقق معانا كام نقطه على انتوتو بنش مارك، وهنجرب الاداء التقيل زي بابجي والعاب تانية، وممكن نعمل تجربه العاب. متحمس قوي اشوف بيت الخط هيشيل شريحتين وكارت ميموري ولا شريحه وكارت، او شريحتين او شريحه وكارت. هنشوف. اول حاجه لاحظتها ان بيت الخطوط هنا متقفل بجوان، هو اللي لونه احمر ده زي ما انتم شايفين. معرفش هيبان ولا لا. شريحه وكارت او شريحتين، لكن ما بيدعمش ان انت طبعا تشيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. ولكن عادي، ما نقدرش نعتبر ده عيب، لان الموبايل بيجي كده كده 8 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكره تخزين. الواجهه سلسه والدنيا زي الفل، معالج قوي، شبكات 5 جي. ولكن خلينا دلوقتي بقى نروح على تجربه الكاميرات ونشوف كده، نبص على السوفت وير بتاع الكاميرات. انا مش حاسه جوجل كاميرا قوي، لا مش جوجل كاميرا، فاكيد طبعا الواجهه ملعوب فيها شويه. ولكن خلينا كده نجرب صوره ونشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. واضح كده ان احنا ابتدينا نخش في تجربه اي اللي موجود هنا اي اوديو. طبعا لو انت واقف بعيد وبتسجل فيديو فطبيعي هيجي المايك هيجيبك بخاصيه الاي. فخلينا نشوف كده. انا بفعل ووتر مارك عشان انت تكون متاكد ان الصور اللي متصوره هي متصوره بالموبايل ده، وانت برضو بتحكم معايا على الصور من خلال الحاجات اللي انت بتشوفها، والتفاصيل بتبان قدامك بدون اي لعب وبدون اي اديت وبدون اي حاجه. انا كده ناخد صوره ونشوف الدنيا عامله ازاي. كاميرا 50 ميجا بكسل الاساسيه تفاصيلها حلوه مش وحشه. في الاضاءه القويه، طبعا اضاءه الاستوديو دي بتبقى قويه جدا طبعا. كل ده بقى هنجرب في الاضاءه الليليه والاضاءه الضعيفه، وكل ده هيبان في المراجعه بتاعتنا، وهنتكلم بقى بالتفصيل عن المميزات والعيوب. فزي ما قلت لك اشترك وفعل زر الجرس عشان ان شاء الله اول ما المراجعه تنزل تشوفها على طول. هنجرب كده صوره ثانيه. الزرعه زي ما انتم شايفين جايه بعناكبها بحاجاتها، بسم الله ما شاء الله. طب كويس والله، انا الموبايل خلاني اخد بالي من حاجات بقى الاستوديو ده عايز نضافها ايه. نجرب السيلفي. كاميرا كده يا جماعه في رينج بينور حواليها عشان يقول لك ان انت كده بتصور بكاميرا السيلفي. خلينا نشوف مع بعض. اوبا يا جماعه، ده اجمد سكين تون انا شفته في كاميرا سيلفي في حياتي وانا بصور في الاضاءه دي. ايه ده؟ ايه التفاصيل دي؟ لا لا لا، انا انبسطت والله. الموبايل ده حلو، الموبايل ده كاميراته حلوه يا جماعه. الجواب بيبان من عنوانه. خلينا نشوف تجربه تصوير الفيديو هتبقى عامله ازاي. برضو كل ده برضو احنا بنجربه مع بعض اهو، عشان انت تبقى ماشي ايه واخد يعتبر تجربه محترمه. كاميرا السيلفي يا شباب بتصور لحد 4K، تجربه محترمه والله العظيم بجد. بنقلها لك، بص التفاصيل، شايف السكين تون عامل ازاي. ان انا اخد موبايل بيصور سيلفي 4K في الفئه السعريه فئه ال 12000 جنيه، لا دي جديده جدا كمان. واكيد طالما بيصور سيلفي بال 4K يبقى اكيد بيصور بالكاميرا الاساسيه برضو بجوده 4K. المعالج ده يا جماعه معالج حمال اساسيه، هيشيل بقى معاك 4K، هتلاقيه في الالعاب كويس. هو الجواب بيبان من عنوانه. وواضح ان احنا عندنا كمان مثبت بصري، لان انا اهو زي ما انت شايف الهاند دي كده ستابلايزيشن اون وستابلايزيشن اوف، ففي مثبت بقى مش عارفين لسه هيبقى مثبت بصري ولا الكتروني. كل ده هيبان في التجربه. وعندك برضو عدسه ماكرو
مش بطاله، وتقدر تصور فيديو بالماكرو كمان. فيديوهات الانطباعات الاوليه دي بتبقى مهمه. طبعا البطاريه هنا 5000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع بقدره 33 واط. انا ما اعرفش بتشحن في قد ايه وما اعرفش هتقعد قد ايه، كل ده هيبان من خلال التجربه. خليني بقى عشان اقفل الفيديو معاكم يبقى انطباعات اوليه بجد، خلينا نجرب حاجتين. اول حاجه هنجرب مع بعض السنسورز ونشوف السنسورز اللي موجوده هنا ايه. هل في NFC؟ خلينا نبص بصه. في NFC، الموبايل بيدعم NFC. على فكره انا ما ذاكرتش الموبايل ده، انا بستكشفه معاكم زي ما احنا كده على الله. وخلينا نبص بصه بقى على بقيه المستشعرات اللي موجوده في الموبايل. عندك الجيروسكوب سنسور موجود وشكله هاردوير وحقيقي والدنيا زي الفل. فدي طبعا كان مش هيبقى مقبول خالص ان الجيروسكوب سنسور ما يبقاش موجود، ولكن الحمد لله عندنا موجود. خلينا نشوف مستشعر التقارب او المكالمات. هيبقى هارد. بص يا باشا، موتوريلا يا جماعه. شايفين يا جماعه الدنيا عامله ازاي؟ ولازم بقى يعني بص الموضوع هنا في منتهى السلاسه. ولازم اركب في الموبايل شريحه واجرب الشبكه في اكتر الاماكن الرخمه اللي ما بلقطش فيها شبكات، واقول لك بقى هل دي موتوريلا بتاعت زمان اللي كنا بنشتريها كانوا بيرزعوا لك كده الموبايل انتنايه كده، ما اعرفش مهكره الشبكات ولا ايه، بس كنت بتاخد تجربه شبكات يا معلم غير. ده اللي هنشوفه هنا ونتعرف على كل الكلام ده بالتفصيل في فيديو المراجعه الكامله. تعالوا بس نجرب بالصوت لان برضو من الحاجات اللي متحمس لها جدا تجربه الصوت. هنكتب كده NCS ونشوف. اكتر موبايل فيه صوت مجسم حصل في حياة تاريخ المراجعات في فئة ال 12000 جنيه. كفاية كلمة دولبي اللي هنا بس. نسيت اقول لكم الموبايل فيه مايك عزل ضوضاء من فوق، وفي مايك تاني هو زي ما قلت لكم للزوم، في مايك من فوق هنا للزوم برضو. والصوت نقي قوي يا جماعه. انا مش عارف هو لسه انا فعلت الدولبي ولا لا. نقاء الصوت هنا مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي، حاجه في منتهى الروقان. لو لقيت السوفت وير هنا فيه تريكات كتير وانت محتاج تعرفها هعمل لك فيديو، بس انت شجعني بقى بلايكك وكومنتك واشتراك في القناه، اللي والله بجد الحاجات دي بتفرق معايا جدا. تعالوا بقى نروح تجربه الصوت تاني عشان انا متكيف بصراحه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه كمية الصوت المجسم النقي البيور السراوند ده؟ هيتعب المنافسين الموبايل ده في الصوت، وخاصة البيز مع ديناميكية الصوت نفسه، تحس ان في درايفر جوه يعني مش طبيعي. يا ترى ايه العيوب اللي هتظهر فيك يا موتو G75؟ ده اللي هنعرفه بقى ان شاء الله مع بعض في فيديو المراجعة الكاملة. اقول لكم على الشبكات وكل حاجه. ما تنساش من دعمك لايك واشتراكك وتفعيل زر الجرس، حاجات يا خبر ابيض. لو حابين تشوفوا نوعيه الفيديوهات دي تاني برضو اكتبوا لي يا جماعه، ما تبخلوش عليا بكومنتاتكم. سيبكم حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء باذن الله على فيديوهات كتير. سلام.